السلام عليكم ومرحبا بكم مع فيديو جديد ووصفة جديدة. إن شاء الله غنشارك معكم كيكة بشكل مختلف ولا أروع بجميع أسرارها. كيكة ماشي بحال أي كيكة، كتجي بحال لاطاغط، مزيج ما بين المذاق ديال الكريم باتيسير والكيك والفراولة، لذيذة بزاف ما تشبعوش منها. كنتمنى تجربوها وتخليوا لي آراءكم في التعليقات. فإلا عجبكم الاقتراح ديالهم فما تنساوش أخواتي الله يحفظكم لايك للفيديو، تقاسموا الوصفة مع معارفكم وحبابكم. وإلا كنتم من المشتركين الجدد فكندعوكم للاشتراك بالضغط على زر ابوني وفعل جرس التنبيهات باش يوصلكم دائما جديد الفيديوهات. وبسم الله وعلى بركه الله نبداو. اول حاجه غادي نمر باش غادي نحضر الكريم باتيسير هكا باش كنخليها كتبرد باش عاد نمروا نحضروا الكيك ديالنا. يعني بالنسبه كيف ما كنعرفوا لا كريم باتيسير ممكن نحضروها بجوج طرق، يعني نحضروها بالطريقه ديال الحليب وبالمستحضر ديال الكريم باتيسير، او بالحليب وبالصفر ديال البيض، ممكن نضيفوا لها الدقيق او المايزينا. انا هنا استعملت 250 ملل ديال الحليب، هي اللي كفاتني في هذا الكيك هذا، يعني ما غاديش نستعمل السطر ديال الحليب، فقط 250 ملل ديال الحليب. وغادي نخلي لكم الرابط ديال الكريم باتيسير في اسفل الفيديو في صندوق الوصف. هنا وضعتها في اناء وغادي نغطيها بالسلوفان اللي كيلامس الوجه ديالها هكا باش ما دير ليناش داك القشره. انا هنا ما ضفت ليهاش الزبده. وغادي نخلي الكريم باتيسير كتبرد جانبا، وغادي نمروا نحضروا الكيك اللي غادي نحتاجو فيه. جوج بيضات، هنا غادي نخدموا فقط بالطراب اليدوي. عندنا كيس من سكر فانيلا، اقل من نص كاس ديال العنبه ديال سكر سنيده. غادي نخلطوا مزيان هاد العناصر حتى كيذوب لينا داك السكر سنيده وكيتغير لينا اللون ديال البيض. كيف ما كتلاحظوا معايا من بعد ما تغير لينا اللون ديال البيض غادي نضيفوا نص كاس ديال العنبه ديال زيت المائده، وغادي نخلطوا هاد العناصر مزيان حتى كيندمجوا مع بعضياتهم. عندنا نص كاس ديال العنبه ديال الحليب وعلبه من الياغورت بذوق الفاني حلو. هذا علاش انا نقصت من السكر سنيده، ما استعملتش نص كاس، استعملت اقل من نص كاس ديال العنبه ديال السكر سنيده. انا عندي دانون حلو. غادي نخلط مزيان وغادي نبدا نضيف الدقيق اللي يكون نوعيه جيده. عندنا واحد الرشاشه ديال الملحه، هاد الكيك كيجي رائع، كيجي لذيذ، مزيج ما بين الكيك والكريم باتيسير وبمذاق الفراوله، كيجي رائع بزاف، يعني مغاير على الكيك اللي معتادين. غادي نضيف هنا كيس ونصف من خميره الحلويات، يعني ضفنا الكيس الاول والكيس الثاني خدينا منه معلقه صغيره، يعني كيس ونصف من خميره الحلويات ما يعادل 12 غرام. من غادي نضيفوا واحد العنصر اخر، هنا غادي نضيف واحد المعلقه كبيره من الخل، وغادي نزيد نضيف انا الدقيق. انا الخليط ديالي راه مازال جاري.
هنا غادي ناخذ واحد المول اللي كيدخل الفرن كيف ما كتلاحظوا معايا، دهنته بالزبده والدقيق واستعملت في الوسط ديالو الورق ديال الطهي. غادي نفرغ الخليط. كيف ما كنعرفوا القوام ديال الكيك ما خصوش يكون سائل بزاف وما يكونش عاوتاني قاصح فوق القياس. غادي نوضع الكريم باتيسير في البوش وغادي نبدا نزين بها الكيك من الاعلى كيف ما موضح معكم هكا في الصوره. يعني هاد الكريم باتيسير كيضيف لها واحد المنظر وواحد المذاق جد رائع، كتجي بحال كناكلو كيك او بحال كناكلو شي طاغط، كتجي واعره يا البنات، غير جربوها. وغادي نبدا نوضع القطع ديال الفريز. كيكه اللي كتجي اكثر من رائعه. في هذا الاثناء حنا راه تنكونوا مسخنين الفرن ديالنا على 180 درجه، كنسخنوا الفرن ديالنا مزيان حتى كيسخن، يعني من الاسفل والاعلى كنسخنوا الفرن ديالنا. من بعد كندخلوا المول للفرن، كنطفيو الاعلى، قاعده دائما ديال الكيك، وكنشعلوا عليها غير من الاسفل ودائما على 180 درجه. كنخليوها حتى كطيب من الاسفل وكتبدا تطلع لينا شويه ديال الحموريه هكا من الاعلى باش كنعرفوا الكيكه ديالنا راه طابت وما كنفتحوش عليها. ومن كتبدا تبان ليا الكيك بدات كتحمر شويه من الاعلى كنطفي عليها الاسفل وكنشعل عليها الاعلى وكنخليها كتكمل داك اللوين هكا. وكنصيحه ما تفتحوش على الكيك ديالكم، يعني من بعد مرور 45 دقيقه انا عاد كنفتح على الكيك، يعني من 40 حتى ل 45 دقيقه، ومن الافضل انا كنخليها حتى كتكمل الطياب ديالها وكتحمر من الاعلى باش عاد كنفتح على الكيك هكا باش ما كتنزل لكمش داك الكيك ملي كتخرجوها من الفرن ما كتنزلش. هنا من بعد ما خرجتها خليتها غير واحد شويه وقلبتها وزينتها بالسكر الثقيل. الصراحه كتجي رائعه لذيذه بالمذاقات، بالمزيج ديال هاد المذاقات، يعني ما بين الفريز والكريم باتيسير والكيك ما كتعرفوش شنو كتاكلوا، بحال كتاكلوا شي طاغط. كتجي لذيذه بزاف ورائعه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وجربوها. فما تنساونيش من لايك للفيديو، تقاسموا الوصفه مع المعارفكم والاحباب، والى اللقاء مع فيديو جديد ان شاء الله.